السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا ضيف جديد في القناة سام خالد، وهو كمان عنده قناة. بنحط قناته بالديسكريبشن، ولازم تشيكوا قناته لا تفشلونا معاه. سام اليوم عندنا تحدي اللهجات. هو بيسألني كم 10 كلمات باللهجة العراقية، وأنا بسأله بقناته 10 كلمات باللهجة اليمنية الحضرمية. يلا سام نبدأ معك. جاهز؟ جاهز. شو أول كلمة والله شوف شنو كلمة معناه قاع؟ أرض. واحد. شنو طابوق؟ حجر. ايه صح. شنو اثنين؟ ثالثة شنو كلمة شرباية. تراب. لا. طين. لا غلط. طيب تحطها بجملة. شرباية الواحد يقدر يحطها بالبيت، يعني شرباية سهل الواحد يقدر يعني يحصلها بسرعة. يربيها هيك؟ لا مو يربي، اما يعني يقعد عليها كرسي. لا. كنبة. ايه مو كنبة. ايه لا، الواحد ينام عليها بالليل. سرير. ايه سرير. خلاص ما جبناها غلط. تاير. دولاب. احنا كمان 4. لا 3 جبتها صح، 1 غلط. هسه شو الواحد ايش ما تسوي؟ ايش تسوي؟ شو تعمل؟ 4 من هسه ايش راح اسوي؟ يلا 4 صح و1 غلط. نافورة هاي اللي بتطلع من المي هيك. كلنا نعرف. بعد شو مين؟ 5. هذيك المرة تتذكر جت لي كلمة، احنا بالطريق هنيك. شماي. كذا. شماي لو رحت لو ونه بجنبي. لا ما حد أزلها كلمة عراقية، يعني واحد عراقي استخرجها. شماي لو ريت لو ونه. مثل الشعر. طيب اللي يا شو معنى شماي؟ يعني كيف يعني حس بالشعور. شماي لو ريت لو ونه، يعني لو بتحس بالون بالقلب هيك شيء اللي يون عندك براسك هيك. هلا 7 مو 5 جبناه صح هلا يمكن 6 ولا 7. 7 ما بعرف. و 2 غلط. يلا ضل 3 كلمات. هسه 3 كلمات مو تمن. حطها بجملة. تمن الواحد ياكله أكل. مع يعني إذا جبت لك إياها دغري حتعزلها. مع كيف مع الصوص، يعني الواحد يحط هيك ويخلط ياكله. رز. هلا باقي كلمتين مو جملتين عفوا. صرصراية. هاي الصرصور، هذا اللي بيمشي صغير في 100,000 وحدة. هذا اللي ظهره قوي. لا السود.
هذيك الصغيرة طلع لا مو صغيرة، مو هيك. فأما يعني هذيك عندها تما في هيك مثل الشعرتين هيك طالعة. لا ما كنت آخره. طيب خلاص. يلا هسه شنو كلمة جردانة؟ أخير وحدة. فأر. أخير كلمة. لا مو فارة، جردانة. خايف أنا؟ لا جردانة هاي صعبة. جردانة مثل الصرصراية. جردانة. جراد. ايه هذا در إيه. الهليكوبتر. ايه شكرا سام على التحدي. ان شاء الله مثل ما قلت بيكون قناة سام في الديسكريبشن، بالوصف. وروحوا شيكوا وكل شيء وعطوه لايك ودعموه. عنده تقريبا 60 مشترك او اكثر، يعني دعموه وساعدوه هكذا. وهذا بيكون انتهت حلقتنا اليوم. وانا مثل ما وعدتكم كل ما بيكون كل اسبوع بننزل الكلب كل اسبوع بننزل فيديو واحد. بس اذا كان عندي مثلا عطلة مثل هذا الاسبوع، عندي اليوم سبت واحد واثنين وثلاثة اجازة، ممكن نعمل فلوج بكرة او بعده ويكون تسلية هكذا اذا كان عندي اجازة. بس اذا كان عطلة اسبوعية عادية بيكون كل اسبوع فيديو واحد. ولا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واكتبوا لنا اقتراحاتكم بالديسكريبشن تحت. شكرا على المشاهدة ومع السلامة.